سيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي هذا المجلس الحكومي بعد الاحتفالات بعيد العرش المجيد، وأيضا بعد الخطاب الملكي السامي الذي أكد على مجموعة من المبادئ من جهة في تدبير الشأن العام والاهتمام بالمواطنين، ولكن أيضا الذي وضع اليد على عدد من الاختلالات والإشكالات التي يعيشها تدبير الشأن العام. ونحن في الحكومة نأخذ الخطاب الملكي بكل الجدية اللازمة، واتفقنا على أن نضع برنامج واقعي عملي وسريع أيضا لتصحيح الاختلالات في المجالات التي أشار إليها الخطاب الملكي. وبطبيعة الحال بعضها كنا قد اتخذنا فيه بعض الإجراءات في البرنامج الحكومي، ولكن اليوم عندنا إضاءة أكبر لتطوير ذلك البرنامج ولتصحيح مزيد من الاختلالات. أهم المحاور الواردة في الخطاب الملكي هي 6 محاور. المحور الأول هو التفعيل الكامل والسليم للدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفيه عدد من الجزئيات ومن التوجيهات. الثاني هو الحرص على خدمة المواطن والاستماع إليه ومعالجة شكاياته. المحور الثالث مرتبط بالاستثمار بتشجيعه، وخصوصا الاستثمار المنتج للثروة والمنتج لفرص الشغل، ومراجعة آليات حكامة الاستثمار. المحور الرابع هو تحسين شروط التنمية البشرية والترابية التي لها تأثير مباشر على ظروف عيش المواطنين، وخصوصا أخذا بعين الاعتبار العدالة المجالية وضرورة استفادة مختلف مناطق وجهات المملكة من ثمار النمو. المحور الخامس مرتبط بإصلاح الإدارة العمومية وتحسين حكامتها ورفع مستوى نجاعتها وجودة خدماتها. المحور السادس مرتبط باستحضار البعد الوطني والبعد الاستراتيجي في المخططات والبرامج القطاعية وضمان تناسقها والتقائيتها. هذه هي أهم المحاور. لكل محور فيه عدد من الإجراءات وفي عدد من الأمور. هذه فعلا طرح إشكالات في تدبير الشأن العام، وإحنا واعيين بأن خصنا نفعل الوتيرة ديال العمل ديالنا. صحيح أنه ما أنجزته الحكومة في هذه المرحلة اللي قريب نكملوا فيها 100 يوم مهم جدا وسنعلن عنه في القريب العاجل، ولكن أيضا سنعلن عن واحد البرنامج أيضا وفق هذه التعليمات الملكية لإصلاح الإشكالات التي أشار إليها الخطاب الملكي على الأرض. وجميع القطاعات الحكومية وأيضا المؤسسات العمومية يجب أن تكون معبأة لتحقيق هذه الأهداف التي هي فعلا هي أهداف المواطنات والمواطنين، وهي تطلعاتهم أيضا لعيش أفضل متوازن كريم بإذن الله. وستكون هناك حصة في هذا المجلس الحكومي غادي نناقشوا هذه المحاور وغادي نناقشوا مضامين الخطاب الملكي بطبيعة الحال، وستكون كل قطاع مدعو إلى أن يعد واحد الوثيقة فيها الإجراءات التي سيتخذها في الأشهر القريبة لنعتمدها برنامجا يضاف إلى البرنامج الحكومي، يكون هو الجزء الأساس في المرحلة المقبلة إن شاء الله. ونحن عندنا الثقة على أننا سنكون إن شاء الله في مستوى التطلعات وفي مستوى المهام المنوطة بنا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.